الراجل قد ايه الست محتاجة امان، احتواء، طمأنينة وراحة بال وونس. لو عرف ان الحاجات دي هي اغلى هدية ممكن يقدمها لزوجته ما كانش اتأخر لحظة في انه يحسسها ده قبل اي كلام حب. الزوجة زي ما هي محتاجة للحب، محتاجة اكتر انها تحس بالامان، محتاجة تحس بالطيبة والحنان، محتاجة تشوف في حياتها المودة والرحمة. لما الحاجات دي بتختفي الست بتنهار من جوه حتى لو بتضحك من بره. الأمان والاحتواء مش رفاهية عند الست، ده اللي بيبني مكانة الزوج في قلبها وبيخلي صورته في عقلها وقلبها وكل كيانها. الست ما بتديش قلبها بسهولة إلا لما بتلاقي اللي يطمن خوفها، يحتوي ضعفها ويهدي روحها ويطمنها. بتدي ثقة، بتدي حب، بتدي ولاء لآخر العمر. واللي ما يعرفش قيمة ده بيخسر وجوده في حياة زوجته، وبيسمح لمكانته في قلبها انها تنهار يوم بعد يوم. لان الست ببساطة تتمنى اللي يحتويها مش اللي يحبها بالكلام. انا هنا بتكلم عن الزوجة اللي تستاهل ان جوزها يحتويها بالشكل ده. من الاخر كلامي عن الزوجة الصالحة وجوزها مش مقدر النعمة اللي ربنا اداها له.